يعني النهارده الموقف من ايران ايه؟ ما انت مش عارف رجوع كل شويه حاله من الصد والرد يعني. فانت النهارده فعلا في لحظه انعدام وزن للقرار الامريكي. وانا اعتقد ان هم هياخدوا السنتين اللي فاضلين في حكم اوباما يفكروا في حل للخروج من الازمه دي، بس السنتين دول هيكونوا مؤثرين جدا بالسلب. انا مش بشوف الطالع. لا ده تحليل للموقف. طب خلينا نرجع للفن بقى ونقول ثأر الله. ماذا الذي حدث في ثأر الله؟ انت دايما يا استاذ نور يعني واقف ضد السلطه والرقابه يعني احكي لي ثأر الله عشان ننهي بالكلمه. ثأر الله هو اسم مختصر لجزئين لمسرحيتين للعبقري الراحل عبد الرحمن الشرقاوي اللي هي الحسين ثائرا والحسين شهيدا، وكانت اخراج الاستاذ كرم مطاوع. الف رحمه ونور عليه. ليه؟ لان انا كنت دايما اقول عليه رغم الخلاف الشخصي بيني وبينه ان هو جمال عبد الناصر الاخراج المسرحي. يا سلام. كنا بنروح نتفرج على البروفا جنرال في المسرح القومي من البلكون. كنا بندفع 10 صاغ للغفير تحت عشان نتسرب ونقعد نتفرج على البروفا من البلكون، وربنا يستر بقى لو حد يكح ولا عمل. ف كان عرض اسطوري وللاسف تم وقف العرض. وهنا ده قدر الفنان. اتخذت الامور ان انت ما هتعمل عمل عن سيدنا الحسين كانك تناصر الشيعة ضد السنة، مش العدل ضد الظلم. مش العدل ضد الظلم. طب قول لنا المونولوج الذي ادى الى يعني او جزء يعني سبب من اسباب وقف العرض. تسمح لي البس النضاره؟ اتفضل يا فندم، لازم تلبس النضاره، انا لابسها من الاول. يعني سيدنا الحسين مع الوليد حاكم المدينه المنوره بيطالبوا انه يبايع يزيد ابن عبد الملك ابن مروان، فبيقول له نحن لا نطلب الا كلمه فلتقل بايعت واذهب بسلام لجموع الفقراء، فلتقلها وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء، فلتقلها ما ايسرها ان هي الا كلمه. سيدنا الحسين بيرد ويقول كبرت الكلمه وهل البيعه الا كلمه؟ ما دين المرء سوى كلمه، ما شرف الرجل سوى كلمه، ما شرف الله سوى كلمه. أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان، الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية. إن الكلمة مسؤولية. إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة.